انس ما تعرفه عن الرعب. الوحوش حكايات، والأشباح ظل. الوجه الحقيقي للرعب وجوه بشرية ونفوس ماتمة. مرحبا بكم في عالمي، حيث يكشف النقاب عن أكثر الوحوش إتقانا لفن التخفي، الإنسان. السلام عليكم ويسعد مساكم. قصتنا اليوم عن واحدة من رفقاتي اللي بيعزوا علي كتير، يعني أنا وهي واحد بصراحة. ومع هيك ترددت والله أحكي هالقصة اللي كلها عبر قبل ما أخذ موافقتها. الحمد لله أخذت الموافقة وصار فيني أحكيها مثل ما هي بدون زيادة ولا نقصان، طبعا بس مع تغيير الأسماء. رفيقتي آمال كانت بتشتغل بشركة كبيرة، وبحكم طبيعة شغلها المتشعبة بإدارة الأعمال وعلاقات البزنس مع عملاء ورجال أعمال، فكان هالشي بيتطلب منا إنها تكون بكامل أناقتها من جهة يعني اللبس والهندام. وكان إلها رفقات كتير بالشغل، لكن أقرب رفيقة كانت ترتاح لها هي اللي اسمها سمر. كانت سمر بتشتغل معها بنفس المكتب، يعني كانوا بيتشاركوا بمكتب واحد. آمال كانت مفكرة مكتبهم هي وسمر أأمن وأدفى مكان بالعالم، على قد ما كانت مبسوطة بالشغل. ضوء نيون أبيض مع روتين العمل الممل كل يوم، يعني من الصبح للساعة 5 بعد الظهر. كانوا يحكوا نكات ويضحكوا كتير ويتشاركوا الغداء على صوت الموسيقى، وأحيانا كتير كانوا يحكوا ويشكوا لبعض عن مشاكلهم مع مديرهم بالشركة. على أساس آمال كانت مفكرة إنه بتعرفها كتير منيح لسمر وقريبة منها، بس يا لطيف اتضح إنه ما كانت بتعرفها بنوب ولا بتعرف شيء عن المخبى بالعيون. سمر كانت دائما تبدي إعجابها بشعر آمال لأنه ما شاء الله كان طويل كتير، وأحيانا كانت تلمسه بإيدها وتمرر أصابعها الخمسة فيه وتقول لها يعني شعرك بجنن وبياخد العقل ومن هذا الكلام، بدون ما تذكر لا اسم الله بتاتا ولا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا ما شاء الله ولا تصلي على النبي بنوب. ودائما بتسألها بشو بتحمله وكيف بتعتني فيه حتى يصير يعني بهالكثافة هاي وبهالجمال هاد. وجوات عيونها لسمر كان في شي تاني مكتوب، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ما عرفت آمال تقرأ. وبيوم من ذات الأيام كان الجو شوب كتير ودرجة الحرارة بتخنق خنق، نار والعة والواحد مو طايق حاله، وكانت الصيفية كتير كتير حامية. وهن قاعدين بالمكتب بتجي سمر لعند آمال وبإيدها حبة دراء، حبة دراء مستوية دايبة دوب ولونها أحمر غامق. قالت لي آمال إنه سمر وهي ماسكة الدراء بإيدها كانت عم تبتسم، وما بتنسى هذيك الابتسامة وقتها اللي كانت على تمها وأبدا ما وصلت لعيونها، على قد ما كانت عيونها ملانة والعياذ بالله لقم وخبز. المهم اجت سمر قربت من آمال الدراءة وقالت لها هاي الدراءة إلك وهلأ بدك تاكليها، غسلت لك إياها بإيدي، وركزت على هالشغلة، غسلت لك إياها بإيدي. قالت لي آمال إنه بهاي اللحظة والدنيا حراقة ومثل النار حست بقطعة ثلج باردة عم تتحرك وتمشي على طول ظهرها. هون اطلعت آمال بعيون سمر، هدول ما كانوا عيون سمر أبدا، كانت عيون غريبة عنها، عيون ما بتعرفها أبدا، عيون مليانة بنوايا عاطلة، بنوايا شريرة وغامضة ومظلمة. كان جواتهم وميض، عم بتقلي آمال إنه كان جواتهم وميض مثل شرارة من انتصار لازم تحققه، يعني مثل واحد حاطط فخ وبيعرف ومتأكد إنه رح يصطاد فريسته اللي رح توقع فيه، ما في مجال.
آمال بالبداية ردت تاخد الدراءة من إيد رفيقتها سمر، ما بتعرف ليش، لكن سمر ألحت عليها. بهي اللحظة حبت آمال تجامل لسمر، يعني قالت لحالها لو ما أخذت حبة الدراء صار اسمها هي وقاحة، فما حبت تخجلها، فتناولت حبة الدراء مثل اللي بدكن تقولوا تحت تهديد ووعيد العيون، عيونها لسمر. رفعت الدراءة لتمها، أكلت شقفت، حست بطعمها بارد وحلو بشكل مو طبيعي، حلاوة غريبة مع طعمة غريبة ما عرفت تميزها. بهالأثناء نظرات سمر لآمال وهي عم تاكل الدراءة أجبرتها إنها تاكلها كلها، يعني مثل اللي بدك تقولوا حراسة مشددة. بهالأثناء زوايا شفايف سمر كانوا بهالوقت عم ترتفع بانتصار صامت. كل هالشي صار وهن بالمكتب بالشغل. خلص الدوام وطلعت أمال من المكتب لتروح على البيت، وهي بالطريق شعرت بصداع وبحكي غريبة بفروة شعرها. جاهلتها، لا أخذت ولا أعطت ولا شالت هالشي كله من أرضه. قالت يمكن من التعب، يمكن إرهاق من الشغل والدنيا شوب وشمس. فضلت ماشية لوصلت على البيت، حطت راسها ونامت. بالليل حست آمال بضيق نفس وهي نايمة، وحرارة وصداع، والحكي ما عم بتفارق فروة شعرها. قالت لفوت على الحمام وأعمل دش بلكي بخف الوجع وبتروح الحكي. وهي بالحمام عم بتمرر أصابع إيدها بشعرها، حست آمال بشي أملس تحت أصابعها. راحت جابت مراية وحطتها بقفا شعرها، وبمراية الحمام المعلقة شافت هديك الشغل، شافت بفروة شعرها بقع فاضي من الشعر. هو آمال صار قلبها بالأرض وما عاد فيها توقف على رجليها. قالت لي آمال وقت حممت شعرها صار اللي عمرها ما بتتخيله بأسوأ كوابيسها. فعلا كابوس ورعب نفسي، رعب نفسي كبير. وهي عم بتحمم شعرها ما نزلت خصلة شعر واحدة ولا تنتين، نزل حفنة شعر كاملة، حفنة سودة كبيرة بقلب المغسلة. هون انصدمت آمال وعيونها عم بتبحلق بحلقة بالمراية من الخوف. كان شعرها عم بهر وكأنه عم بدوب دوب قدامها، ومع كل نفس ومع كل دقة قلب كانت خصل من شعرها عم توقع من كتافها على الأرض. وهي واقفة بالحمام مرعوبة من منظر شعرها اللي عم يضيع منها ضياع قدامها ومو قادرة تعمل شيء. حست إنه الزمن وقف، داخت، خافت، بس للحظة آمال تذكرت عيون سمر، تذكرت نظرة الانتصار والنوايا، تذكرت حبة الدفاع، وتذكرت طعمها، طعمها الحلو. آمال سألت حالها وهي مصدومة، يا ترى هذا حسد؟ معقول يكون حسد لهالدرجة ومصدره من حبة الدراء؟ ولا هاد سم بطيء؟ ما بتعرف. كل اللي بتعرفه إنه رفيقتها، أو بالأحرى الوحش اللي كان لابس قناع رفيقتها، ما سرق منها شعرها وبس، لا، هو سرق براءتها وطيبتها، سرق نومها الهادي وحياتها الهنية. ومع هيك يا متابعين تاني يوم مباشرة آمال راحت على شغلها متأخرة، بس راحت وهي حاطة الحجاب، حاطة حجاب، لأن راحت على الدكتورة وأعطتها العلاج بده حجاب. حكمة الله، سبحان الله. كل رفقاتها سألوها شو سر حطك للحجاب بدون ما تستشيرينا، أو مثلا تخبرينا، لأنه قبل بيوم وانت تاني يوم حطيتي الحجاب، يعني ما أعطتينا مقدمات. ردت عليهم آمال وقالت لهم والله أنا كنت نادرة ندر إنه الله إذا حقق لي شغلة أنا كنت طالبتها منه والله لحط لها حجاب. هيك قالت له. اللي قال لها مبروك من رفقاتها، اللي قالت لها والله لا بقلك وحلو كتير عليكي،
اللي قالت لعقبالنا، عقبالنا ما نلبس هالحجاب يا آمال. الغريب إنه كل رفقاتها صدقوا إنه هي حاطة الحجاب مشان نضرته، إلا سمر قدمت الدليل اللي بدينا. والله يا متابعين، قدمت الدليل اللي بدينا. نظرات الشك كانت بعيونها، وعطتنا نفس الابتسامة، نفس ابتسامة وقت اللي أعطتها حبة الدراع. وكل شوي تحط إيدها على راس آمال وتتلمس الحجاب، تتلمس الشعر من فوق الحجاب، وكأنها بدها تتأكد إذا حبة الدراع أخذت أو أعطت مفعولها أو لا. ابتسامتها فضحت كل شيء، نظراتها فضحوا كل شيء، وخاصة لما شافت آمال حاطة الحجاب. هاي القصة ما كانت من خيال، هاي قصة حقيقية صارت مع رفيقتي آمال. كان وجعها ما بيوصف، وكنت حاسة فيها لأني كنت معها بهالمحنة لحظة بلحظة. آمال حبت تحكي لكم تجربتها لتكون رسالة قوية من قلب الجرح وطاب الحمد لله، رسالة لكل بنت وأخت إنه الثقة لازم تنعطى للي بيستاهلها، وما تكون هبة لكل واحد عم يبتسم بوشك. وأبدا أبدا لا تستهيني بغريزتك. إذا قلبك ما ارتاح لنظرة شخص بعدي عنه فورا. وأبدا لا تاكلي أكل قدم لك إياه قلب تعرفيه مليان غل وحسد. الحسد يا متابعين طاقة سامة، وأحيانا بيجي من أقرب الناس لقلبك.